اسمعوا يا شباب، اليوم سنحتفل بانتصارنا على العصابة، وسنحضر أطباق شهية ومشروبات لذيذة. هذا رائع جدا. أنا أحب الحفلات التي تكون فيها المشروبات والحلويات. أنا لا أحب الحلويات، أنا أحب فقط اللحم. أنت فقط اسكت يا أبو لحمة معفنة. اتكلم بأدب يا ولد، ده أنا بابن بيه، ما تنساش نفسك يا ولد. توقفوا يا شباب عن شجار، فنحن سنحضر الحلويات والمشروبات، وكذلك سنحضر حتى أطباق اللحم. شكرا لك يا خالتي جراني، أنت صاحبة الكرم الكبير. ولكن يا عزيزتي، إذا بقينا هكذا نصرف المال على الحفلات فأكيد سيقع لنا الإفلاس ونصير فقراء. لا تقتل المتعة يا مسلم، لا تقتل المتعة، اتركني يا أخي استمتع. أختي سارة، أنت لم تتناولي طعامك، وإذا بقيت هكذا مضربة عن الطعام ستمرضين. ليست لدي شهية للأكل، فقلبي يتألم على ابني، فأنا لا أستطيع أن أنساه. يجب عليك أن تهتمي بنفسك وتكوني قوية لكي ننتقم من ذلك المجرم سيف ومجموعته. نعم، معك حق، عندما سألقى ذلك المجرم سيكون حسابه معي عسير. اطمئني، لقد كلفت الشباب بالبحث عنه وسنجده وسيدفع الثمن. سيدي، منذ آن وقعت الحادثة وأنت لم تأكل شيء، هل أحضر لك الطعام؟ لا، ليست لدي شهية للأكل. ولكن يا سيدي، إضرابك هذا عن الطعام سيضر بصحتك. أنا حزين يا ناصر، حزين وقلبي يتألم على ابني الذي ضاع مني. ولكن يا سيدي، يجب عليك أن تكون قويا ولا تستسلم للحزن. سيدي، لقد حصلت لك على معلومات مهمة. أيها المتطفل، كيف تدخل علينا كذا بدون أن تأخذ الإذن وتقطع حديثنا؟ هيا انصرف، فنحن لا نناقش مواضيع أمام الخونة. عن أي موضوع تريد مناقشته يا عديم الفائدة؟ فأنا لم أراك تخرج من المطبخ أبدا. هيا عد إلى مطبخك وأكمل في تقطيع البصل. سأقطع لسانك الطويل هذا إذا لم تكف عن استفزازي. توقفوا، فأنا مزاجي سيء جدا. إذا كان ليس لديكم ما تقولانه لي، هيا انصرف من أمامي. أنا أسف سيدي. سيدي، لقد هجم عصام وسار على منزلك، وعندما لم يجدوك هناك قاموا بتخريب ممتلكاتك. هذا كان متوقع، أنهم سيبحثوا عني لينتقموا مني. لدي لك خبر آخر مهم جدا. وما هو هذا الخبر؟ بعدما تم الفحص السيارة التي انفجرت، لم يجدوا رفات الفتى داخلها أبدا. ماذا قلت؟ هل أنت متأكد من هذه المعلومة؟ نعم، أنا متأكد سيدي. يا إلهي، هذا يعني أن ابني لازال على قيد الحياة. نعم، هذا صحيح. على ما يبدو لي أن العصابة المتوحشة هي من أنقذته. نعم، أنا أتفق معك. العصابة المتوحشة طلعت أذكى مما كنا نتوقع. إذ كانت حقا العصابة المتوحشة هي من أخذته، فماذا سنفعل الآن يا سيدي؟ سنذهب حالا ونهجم عليهم لكي أنقذ ابني منهم. ولكن نحن لا نعرف مكانهم. ولكن نحن نعرف الغابة التي يتواجدون فيها. سنبحث هناك حتى نجد مقرهم. هيا جهزوا أنفسكم، سنذهب حالا. حاضر سيدي. يخرب بيتك أنت ومعلوماتك الغبية هذه، ستوارطنا مع العصابة المتوحشة مرة أخرى. أيها الجبان، هل أنت خائف من العصابة المتوحشة؟ أنا لست خائف منهم، فقط لا أريد مواجهتهم لأن رأسي لازال يؤلمني من شدة ضربتهم الموجعة. نعرف شغلك لأنك أنت قربت تشوي. الحلويات صارت جاهزة، شكلهم ومذاقهم رائع. أنا حقا بارع في تحضير الحلويات، لا أحد يستطيع أن ينافسني. هل الأكل صار جاهزا؟ نعم، الأكل صار جاهزا يا خالتي جراني. أحسنت يا فلفول، فرائحة الأكل تبدو شهية جدا. غريب أمر جراني، لا أعرف كيف عجبها ذلك الأكل معفن، وأنا تعبت في تحضير هذه الحلويات ولم تشكرني حتى. يا للروعة،
أنت حقا ماهر في تحضير الحلويات. هل هذه الحلوى لا تسبب الإسهال كالمرة السابقة؟ اسكت الله يخرب بيت ابوك، اسكت. شكرا لك يا سيلندرينا أنك هيأتي هذا المكان وزينته بهذه الأضواء الجميلة. أنا أيضا أشكرك أنت وفلفول على هذه الأطباق الرائعة. لا داعي للشكر، فأنا سعيد بهذه الحفلة الرائعة وكذلك بوجودك فيها. كل هذا الأكل يبدو لذيذا، لا أعرف بماذا سأبدأ، باللحم أم بالحلوى. هذه الحلوى إذا أكلتها ستصيبك بالإسهال. لقد سمعتك تتكلم عن حلوياتي بسوء يا أبو لحمة معفنة. أنا لم أقل سوى الحقيقة. اخرس، انت اللي تخرس. بس يا عيال، بس هود الله وجوهكم. برضه ما فيش فايده فيكم، ما فيش فايده يا ولد الكلب، ما فيش فايده يا ولد الكلب. اطلع يا ابن الكلب انت وهو، اطلع. عمال اطفي النور، من اطفي النور بس. شو صار؟ انت شغل النور يا خبري. يا جماعة بلا هالمزح، اللي طفى الضوء يرجع يضوي، مش عم شوف شيء. يا شباب، أنا أسمع صوت خطوات، يبدو أن العصابة هجمت علينا. أين هو الفتى؟ انتبهوا بأن يأخذوه من العصابة دون أن يدفعون لنا المال. الحمد لله، لقد عادت النور. يبدو أن الأمور كلها بخير. يا ابن المجنونة، فيك ايه؟ لقد سرقوا أكلنا. يا إلهي، أين هي حلويات التي تعبت في تحضيرها؟ يا إلهي، كذلك حتى اللحم أخذوه كله. من يكون قد تجرأ على سرقة طعامنا؟ أنتم فقط انتبهتم إلى الطعام الذي سرق ولم تنتبهوا لسلندرنا التي اختفت. مجموعة من الأغبياء ولا أحد فيهم يستخدم عقله. أنت يا عنتر ستبقى هنا في المنزل مع الفتى، وأنا وشباب سنلحق بالعصابة الذين اختطفوا سلندرنا. هيا يا شباب نلحق بالعصابة قبل أن يبتعدوا. حاضر يا خالتي جراني. أنت أيها الفتى، اغلق ذلك الباب حتى لا يدخل علينا العصابة. وما الفائدة من إغلاقه؟ العصابة اختطفت سلندرنا والباب كان مغلق. نعم كلامك صحيح، البيت لم يعد أمينا وأنا لا أستطيع حمايتك لو حدي. وماذا سنفعل؟ فأنا خائف من العصابة أن تخطفني مرة أخرى. أنا أيضا خائف بأن يأخذوك مني دون أن يدفعون للمال. ماذا تقصد بأن يدفعون لك المال؟ أنا فقط أقصد أن يدفعوا ثمن جرائمهم. هيا بنا، من الأحسن يجب علينا أن نلحق بالجماعة. يا حلو، لا تنسى لايك واشتراكك في القناة.